فطيناش في رمضان. وعلى جال هذا الشيء جيتكم بطريقه سهله وسريعه توجدوا بها الحمص، والاهم اني راح نعطيكم سر يخلي الحمص تاعكم يبقى اكثر مده ممكنه ما يفسدش. بصح قبل الوصفه ما تنسيش ديري لي جيم لا فيديو، ربي يفرحك ان شاء الله. اول حاجه تجيبي الكميه اللي راكي حابه ديريها تاع الفلفل والطماطم والثوم. بعد ما تغسلي مليح، اكيد جبت لكم هذه الفكره اللي راح تسهل عليكم كامل الخدمه. جيبي الفلفل تاعك وابداي تنحي له الراس من قبل ما تشويه، هكا راح تنحي معاه كامل هذيك الزريعه بكل سهوله باش من بعد ما يغبنكش. طريقه موضحه امامكم، راني درت لكم كيف تنحيوا الراس تاع الفلفل من قبل ما تشويوه. من بعد حطي السياج تاعك وبسم الله ابداي حطي الفلفل والطماطم. شوفوا كيف تنحيوا الراس تاع الفلفل، راح تتهنوا كامل كي تشويوه. ما تنسوش تاني الثوم هو تاني شوه يعني. من بعد حطوهم في ساشي يعرقوا كامل مع بعضهم شويه، وابداو تقشروا بكل سهوله هذاك الفلفل كيما راكم تشوفوا، مش راح يغلبكم كامل. ننصحكم تعتمدوا هذه الطريقه دائما، راح تسهل عليكم يعني الخدمه. هذا الحميص يجي بنين بزاف خاوتي. تبعوا فقط الطريقه موضحه امامكم. هنا طماطم تاني قشروها، اكيد نحوا لها هذيك كامل القشره تاع الشوا يعني القشره السوداء. من بعد ننصحكم ما تغسلوش الحميص تاعكم الفلفل والطماطم هكا باش تبقى لكم فيه البنه تاع الشوا، يجيكم هايل من بعد. ولاش يعني تخبيوه وهكا راح يبقى لكم بنين. هنا تبدو تقطعوا فيه بهذه الطريقه. قطعوا كامل الكميه تاع الفلفل في الاول، بعد ما تقشروه بعد ما تخلصوا كامل الكميه تاع الفلفل تاعكم جيبوا الطماطم قطعوها هي تاني. والسر هنا باش يبقى الحميص تاعكم محافظ على الطعام وما يفسدلكمش، لازم تصفيوا الماء تاع الطماطم. شوفوا الماء تاع الطماطم لازم تصفيوه بعد ما تقطعوها هكا باش ما تطلق لكمش في الحميص ويفسدلكم، خاصه اللي يدير كميه كبيره. من بعد نحيو الثوم نسكرفجهم فوق الخليط تاع الفلفل والطماطم اللي كنت صفيتها. كيما قلت لكم نزيدوا شويه تاع زيت زيتون في الاخير ونخلطوا كلش. الملح اكيد ما تنساوش، انا زينت بالفرماج، تقدروا ديروا زيتون ولا واش متوفر عندكم يعني تزيين اختياري وبصحتكم. جربوه وردوا لي الخبر، يجيكم بنين وسهل وفيه شويه طعم الشوا هذاك لانه ما غسلناهش بعد الشوا، يجيكم بنين وهايل بزاف بزاف. هنا انا درتو للعشاء، حبيت نكمل برك نشارك معاكم واش درت كامل. رافقته بشويه تاع الحوت، هذا النوعيه بنينه بزاف بزاف وما يجيش فيه الشوك. المهم تبلته بشويه ملح وكركم ورمته في الفرينه وقليتهم في زيت سخون ماشي بزاف. وايضا كان عندي شويه تاع الفاش دو ميغ قليتها هي تاني بالملح وكركم بلا ما نديرها في الفرينه لانها ما تلصقش الله يبارك كما تشوفوا خشينه. ومن بعد زدت قليت شويه تاع الفريت تاني، وهذه كانت النتيجه النهائيه في صحن التقديم ولا في صحن التقديم. وهذا كان عشاء اليوم، وصفه اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وفي الملتقى ان شاء الله.